السلام عليكم، مرحبا بكم في قصة جديدة اللي كنتمنى تنال إعجابكم. وقبل ما نبداو كنصح اللي حدا شي دري صغير ما يخليش يسمع لهاد الحلقة، حيت فيها أحداث مرعبة واللي غنتكلموا فيها على الكتاب المعروف شمس المعارف الكبرى. هاد الكتاب اللي دار جدل كبير بين الناس. بداو على بركة الله. غنبداو بحكاية محمد من الكويت. حكاية الشاب محمد مع الكتاب اللي بيه كان غادي يدمر حياته وحياة عائلته. محمد كان في عمره 18 سنة ملي وقعت ليه هاد القصة. كيقول كان كيعشق قصص الجن وكان كيبحث على القصص والفيديوهات وكيبدا يقرأ بعض كتب الجن. هو ما كانش كيتيق أنه كاين فعلا شي كتب اللي ممكن تدخلك لعالم الجن. وفي يوم من الأيام قرر الوالد ديالهم يديهم يسافروا لدولة عربية في إفريقيا بدون ذكر الاسم ديالها. وفعلا كانوا فرحانين بهذا السفر. وصلوا وكراو شقة، وفي تاني يوم خرجوا كيتساراو في المدينة وفي الأسواق القديمة ديالها. كيقول محمد وهو كيدور بانت لي واحد المكتبة قديمة وفيها كتب قدام. خدا الإذن من عند الأب ديالو باش يدخل يشوف شي كتاب. قال ليه الأب ديالو حنا غنمشيو ندورو وانت سير شوف الكتب اللي بغيتي ونتلاقاو من بعد. وفعلا دخل محمد، سلم على مول المكتبة، كان راجل كبير في العمر. قال ليه دخل وشوف اش بغيتي. بقى كيقلب محمد حتى لقى واحد الكتاب قديم واللي كان كيسمع بزاف ديال الناس كانوا كيعاودوا عليه، وهو كتاب شمس المعارف الكبرى، الكتاب المعروف بتسخير الجن والسحر. خدا الكتاب وخدا معاه 2 كتب آخرين باش الأب ديالو ما يعرفش أنه خداه. فاش مشى يخلص مول المكتبة حضروا من الكتاب. قال ليه واش انت عارف اشنو خديتي؟ راه هاد الكتاب ما مزيانش ليك وما مزيانش لعائلتك. قال لي محمد أنا عارف هاد الكتاب ومتعود نقرأ هاد النوع من الكتب. المهم راه شرا الكتاب. محمد خبى الكتاب. بقاو 2 الأسابيع في هذا البلد ومن بعد رجعوا الكويت. بعد 3 أيام من الوصول ديالهم قرر محمد يقرأ الكتاب. في الليل حتى نعس كل شيء دخل الغرفة ديالو وقرأ 5 صفحات الأولى، وتاني يوم قرأ 10 صفحات. كيقول محمد كانت في الكتاب كلمات مقلوبة ورموز شيطانية، بعض الكلام اللي ما مفهومش، عبارة عن طلاسم. بقى كيقرأ وكيضحك غير مع راسو، كيقول فين هما الشياطين، فين هما الجن، هادشي كله غير تخربيق وما منه والو. في اليوم الثالث دخل في النص ديال الكتاب. مهم كمل قرايه كالعاده ونعس. في اليوم الرابع بدات الاخت ديالو كتغوت، كيجيوها نوبات الصرع. قالوا راه واقيلا مريضه، داوها المستشفى وصافي عطاوها الدواء ورجعت عادي. في اليوم الخامس بدا تاني كيقرا الكتاب وفي بعض الطلاسم. وهو كيقرا كيقول محمد بدا كيشوف شي خيالات في الحيط والغرفه ديالو بحال الظلمات. بدا كيحس براسو بحال مسجون في قفص، وبدا كيشوف بحال كاين واحد الثعبان كبير جاي باغي يهجم عليه. وفجاه غيب، ما بقاش عاقل على راسو حتى سمع واحد دقان بزاف في الباب. كانت الام ديالو كتدق. فاق هو مصدوم، ما مصدقش داكشي اللي وقع ليه في ديك الليله. حل الباب وقالت ليه الام ديالو مالك يا محمد بقيتي حتى لهاد الوقت، هادشي انت ماشي من عانتك. صافي ناض، غسل وجهه، لبس حوايجو وفطر، خرج عند صحابو. وفي الليل عاوتاني دخل الغرفه ديالو، ولكن قال اليوم ما غاديش نقرا هذا الكتاب، ولا كيتشائم منه. قرر انه يلعب بالبلاي ستيشن. وهو كيلعب بدا كيشوف شي ظل في الحيط جاي يدور راسو لجهه المكتب ديالو. كيبان ليه الدخان كيطلع من داك الكتاب. بقى جامد في بلاصتو والدخان وغادي كيتجهد.
كيقول محمد حاول يغوت، الصوت ما بغاش يخرج ليه. شويه كيحس بحال شي حد كيضغط ليه على الجسم ديالو. فجأة بدا كيبان ليه راجل قدامه كبير في السن وخايب بزاف في وجهه، وشاد واحد الحبل في ايده. هذاك الحبل شاعله فيه العافيه. بدا كيقرب ليه وبدا كيضرب فيه بداك الحبل وهو كيغوت، وتا واحد ما كيسمعو حتى فقد الوعي. وملي فاق لقى راسو في المستشفى ومعاه الام ديالو والاب ديالو. قال لي بواه ارتاح، راه وقع واحد السيركوي في بيتك وشعلت العافيه وقدرنا نطلعوك من الغرفه. محمد في هذه اللحظه بقى مصدوم، بقى كيبكي وقال بواه على الكتاب اللي قرا وعاود ليه انه شراه فاش سافروا لديك الدوله. بواه بقى كيغوت عليه كيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جبتي البلا راسك ولينا. قال لي بواه فين هو الكتاب؟ قال لي محمد الكتاب راه كاين في بيتي. الاب مشى للغرفه ديال محمد، بقى كيقلب على الكتاب والو ما لقاهش. محمد بقى مده في المستشفى وفين ما كينعس كيبقى يحلم بختو الصغيره كتغوت والعافيه دايره بها وما قادر يدير ليها والو. وملي كيحل عينيه كيبان ليه داك الظل في الغرفه المستشفى كيدور فوق منه، ومن الخوف كيبقى يغوت حتى كيجيو لي زانفيرميي. المهم دوز فتره حتى ولا لاباس وخرج داوه للدار، وفعلا كيقول محمد الكتاب ما كاينش فوق البيرو ديالو. بقى كيقلب محمد على الكتاب ولقاه في واحد الخزانه. عيط لبواه وقال ليه ها هو الكتاب اللي عاودت لك عليه. الاب خدا الكتاب ومشى هو وياه لبيت اخر وعاود ليه على الكتاب، حيت الاب ما كان عنده حتى شي معلومه على هذا الكتاب. الاب من طبيعه الحال تعصب وقال لي انت ما كتخافش الله اللي جايب لي هاد البلا في داري. هز الكتاب ومشى هو وياه المطبخ، والاب حاول يشعل العافيه في داك الكتاب. كيقول محمد ما حد الكتاب كتشعل فيه العافيه وكيحس بالجسم ديالو كتشعل فيه العافيه. بقى كيغوت كيقول الاب ديالو طفي العافيه راه كنتحرق. الاب خاف بدا كيطفي في الكتاب. عاد محمد رجع عادي، والغريب في الامر ان الكتاب ما وقع عليه والو، بحال ما قاستوش العافيه. الاب طلع ليه الدم وبقى كيقول حسبي الله ونعم الوكيل، اش درتي يا ولدي في راسك وفينا؟ بقى محمد كيبكي من الالم اللي كيحس به. الاب دا الكتاب وخرج ما جا حتى للمغرب. سولاتو مراتو فين دا الكتاب، قال لها راه لحتو في الزبل اعزكم الله. المهم الوضع كان عادي، ولكن ملي وصلت 9 ديال الليل الاخت ديال محمد كانت في البيت ديالها. شويه سمعوها كتغوت، طلعوا كيجريو عندها، لقاوها كلها كترجف وكتغوت. كتقول لهم راه كان راجل في بيتها. بوها دخل لبيتها كيبان ليه الدخان. الاب من الصدمه بقى كيغوت بالجهد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فجاه لقى الكتاب اللي لاح كاين فوق السرير ديال بنته. هنا بقى جامد في بلاصتو، خصوصا انه عارف راسو راه لاحو. في هذا الوقت محمد بدا كيحس بحال شي حاجه كتمشي ليه في الجسم ديالو، وشي صوت بدا كيدوي ليه في ودنو كيقول له ما تلوحش الكتاب قبل ما تصرفنا. هنا عرف بانه هو اللي حط الجن وما قدرش يصرفهم، وبسبب الفضول ديالو دمر عائلته. حتى لهنا كينتهي الجزء الاول من القصه، حيت بصراحه القصه طويله وفيها احداث كثيره غتعرفوا عليها في الجزء الثاني ان شاء الله.